ازاي ختمت القرآن في يوم واحد؟ انا فرحان بجد. يعني انا مبسوط جدا جدا جدا، لانه اللي انا عملته، التحدي اللي انا عملته ده قد ايه انه كان تحدي صعب مش سهل يعني. بس انا الحمد لله ان انا عملت كده. اكيد قرأته العنوان وشفته ازاي حفظت او قرأت القرآن في يوم واحد في 24 ساعة. طيب، بداية كده انا عايزك تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقول لي انت عملت كده ليه. هجاوبك انت عملت كده ليه، ده رقم واحد. طيب وين رقم اتنين؟ السؤال التاني، طب وانت طالع ليه تقول لنا الكلام ده؟ تمام، انا عارف انت عندك اسئلة، انا عارف ان انت هتسألها. السؤال الاولاني، عملت كده ليه؟ اولا الايام دي طبعا انتوا عارفين انها ايام ايام مباركة، والعمل فيها مضاعف عند الله عز وجل، والثواب والأجر فيها مضاعف عند ربنا. فأنا ما صمتش بصراحة يعني. أنا ما صمتش، فقلت أنا لازم أعمل حاجة وتحدي كبير وعظيم. حاجة كده زي إيه، جلد الذات بقى يعني أنا لازم أعمل حاجة. طب أنا مش هصوم؟ ما هو في أعمال تاني ممكن نعملها. فممكن أقرأ قرآن، ممكن أقيم ليل، ممكن أطلع صدقة، ممكن يعني أي حاجة، أي عمل أنت ممكن تعمله في ميزان حسناتك والأجر مضاعف بإذن الله. فكرت أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه، قلت بس فيش غير كده، أقرأ القرآن كله في 24 ساعة في يوم واحد. طب قبل ما أبدأ طبعا كنت مش عارف هل هقدر اخلص، هل هقدر اختم القرآن في يوم واحد ولا مش هقدر. فاستعنت بالله وبدأت وقرأت بإذن الله. طيب بدأت امتى؟ طبعا انا ظبطت المنبه بتاعي على صلاة الفجر الحمد لله. بعد ما صليت الفجر وخلاص الأذكار بتاعتي تمام زي الفل، بدأت اني أبدأ في القراءة. قعدت اقرا لحد لغايه الساعه حوالي مثلا نقول الساعه 8 الصبح كده، 8 ونص، جبت فيها لغايه سوره الانعام. تمام كده زي الفل. 8 ونص او 9 نمت صحيت الساعه كام؟ الساعه 11. بعد ما صحيت 11 بفضل الله قعدت اقرا لغايه صلاه الظهر. كنت جبت تقريبا لغايه سوره النحل. بعد صلاة الظهر كملت برضو، فضلت لغاية ما جبت لغاية سورة الكهف. بعد الظهر نمت تاني، بعد الظهر قمت العصر كملت الحمد لله، جبت لغاية المغرب كده لغاية سورة ياسين. سبت بقى الشوية الباقيين من أول ياسين لغاية سورة الناس. دول كانوا بعد المغرب وبعد العشاء الحمد لله. خلصت على الساعة تقريبا واحدة بالليل. طب انا بسجل الفيديو ده الساعة كام؟ انا دلوقتي بسجل الفيديو الساعة 2 بالليل. تمام، يعني انا مخلص من ساعة. انا حتى لو تلاحظوا هتلاقوا صوتي يعني بصراحة تعبت، بس التحدي يستاهل التعب، والتحدي يستاهل الفرحة يعني الفرحة لوحدها تستاهل وصف مش هقدر اوصفه لك. انك قرأت القرآن كله في يوم واحد، لا انا مش هقدر اوصف الفرحة قد ايه انا مبسوط. تمام. طيب الحاجة التانية بقى، ليه انت طالع؟ السؤال التاني، انت طالع تقول ليه كده؟ يعني ما تخلي عبادتك بينك وبين ربنا، ما تخلي قراءتك للقرآن بينك وبين ربنا. يعني انت ليه طالع تقول لنا يعني احنا ايه هنستفاد منه؟ طبعا والله انا طالع عشان احفزكم. وربما واحد بس لوحده، واحد مش 2 ولا 3، لا واحد، ربما واحد يسمع الفيديو ده بإذن الله يعمل نفس التحدي ده. واكيد انا عارف ان احنا كتير مننا ما بيصومش، كتير مننا الصيام بيبقى صعب عليه. طيب يلا يا بطل، خد التحدي ده بإذن الله. الموضوع مش صعب، هو هيبقى متعب شوية اكيد يعني، بس مش صعب، مش مستحيل، مش يعني لا عادي، هيعدي وهتقدر وهتقدر بسهولة يعني الحمد لله. فأنا عايزك يلا ابدأ. قول أنا هعمل التحدي ده. صدقني والله العظيم والله العظيم والله العظيم إنك هتحس بشعور وفرحة عارمة ووصف. يعني أنا ما أقدرش أوصف الفرحة دي
وما اقدرش اوصف كم السعاده وكم الفرحه وكم الراحه والطمانينه والسكينه اللي انا فيها، فاهمني؟ فانت لما تعمل كده، لا، عاش 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 عاش. الايام دي القران اللي عمل مضاعف. تخيل انت لما تقرا مره والعمل مضاعف في الايام العشر الاوائل من ذي الحجه، يعني ما ختمتش مره واحده، فربنا يكرمك بقى ايه ويضاعف ليك الختمه دي يا رب. اسال كده ربنا سبحانه وتعالى انه يكتبها ليا 100 ختمه يعني مضاعف بقى في الايام دي. فيلا يا بطل، شد حيلك وابدا واستعن بالله، وان شاء الله هتبدا، وان شاء الله هتقدر تختم، وان شاء الله هو تحدي جميل. انا عايز شوف مين اللي هيعمل التحدي ده ويكتب لي في الكومنت. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان انا عارف انك اول مره تشوفني، لان القناه دي جديده وكان عندي قناه قبل كده، والقناه للاسف راحوا حذفوها لي بسبب فيديو اتكلمت عن اخواننا يعني. فاتمنى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معك سعود الخولي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.